خل اسولف لك قصتي حتى ما تنساني. من انا صغير اللغه الانجليزيه مالتي قويه، هذا كان سبب يخلي الثقافه الغربيه تكبر وياي. كنت اشوف الدين بعين الصغيره، مراهق تايه وقاضيها تلزق، على قولتي الشهيد الثاني ملوث بالذنوب والدنيا الدنيه والنفس الاماره بالسوء. تاثرت بالافلام والمسلسلات، عرفت شلون؟ فبلحظات من التوفيق الالهي باعتباري مامون بالصدفه، اجت عيني على مسلسل المختار الثقفي. اهلا وسهلا، يلا عيني شغل سينمانا. قعدت اتفرج، توصلت الأحداث إلى أن وصلت المشهد. المختار كان بالسجن، رفع ايده بالدعاء، قال إلهي لا أريد جنتك، لكن امنحني قبضة سيفي وأطب على قتلة الحسين وأدوسهم بالقندرة، وراها سقني إلى النار. ما عندي أي مشكلة. هنا أنا وقفت، قلت أكو حلقة مفقودة من القصة، منو قتلة الحسين؟ لا لحظة، من هو الحسين أصلا؟ قلت المسلسل ما ترضي فضولي. جبت كتاب الصحيح من مقتل سيد الشهداء للعلامة الريشهري، قريته. من قريت معركة الطاف توقف بي الزمن، لا أرى لا أسمع لا أتكلم. طلعت السالفة احنا حسين هواي، حسين يموت كل ما يوقع حسين، حسين من القصر طايح للحسين، حسين بسهم فلق ماطة لحسين، حسين أصحابه طاحوا مثل الحسين، حسين الوزع جفوفه على الحسين. فرقد القزويني يقول قتلة الحسين هم من التيار المادي، لا غلطان، طلع اكو اسلام شيطاني واسلام محمد استاذي. المهم تداركت نفسي، قلت لحظة استاذي انت شيعي ودا تقرا بكتب شيعية، قلت الداقرة مو طبيعي، لازم اتجرد وامشي بقاعدة ديكارت، ان اردت معرفة الحقيقة عليك الشك بكل شيء حتى نفسك. عرفت الشيعة، طبيت على ابن كثير والمسعودي والطبري، لقيت توافق بالاحداث. رجعت خطوتين بعد، عثرت رجلي وقعدت يم على ابن ابي طالب، انتهى موضوعي. 5 سنوات انا يم باب مدينة علم رسول الله، بحث مستمر والتطهير الروحي اللاشعوري بعد مستمر. شوف استاذ العزيز، طلع السر مو بالمختار بن عبيد الثقفي، ابن الهيثم ما اكتشف قوانين الضوء، بس اجى سؤال بينه وبين نفسه كيف نرى؟ ونيوتن ما اكتشف الجاذبية، قال شلون وقعت التفاحة؟ الفضول يؤدي الى البحث، والبحث يؤدي الى الادراك، والادراك يؤدي الى الاخبار في الله.